السلام عليكم، ازيكم؟ انا فاطمة ابراهيم. هنعمل النهاردة بسبوسة بطريقة سهلة وسريعة وناجحة جدا. تعالوا نشوف الطريقة والمقادير وان شاء الله تجربوها وتظبط معاكم. يلا بينا نبدأ مع بعض. هنحط في بولة 2.5 كوباية من دقيق السمولينا او دقيق البسبوسة، ويفضل ان هو يبقى ناعم. ونحط عليهم ربع كوباية جوز الهند، برضو يفضل ان هو يبقى ناعم. وهنحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنقلبهم مع بعض ونسيبهم على جنب، ونبقى كده خلطنا المكونات الجافة. نخلط دلوقتي المكونات السايلة. هنحط في طبق نص كوباية سمنة، ويفضل ان هي تبقى سمنة بلدي وتبقى سايحة. ونحط عليها كوباية لبن سخنة. ممكن ان احنا نخلط لبن مع كريمة، برضو بيدي نتيجة حلوة قوي، اي نوع كريمة عندنا. ونحط نص كوباية سكر، ومعلقتين كبار جلوكوز. لو مش موجود ممكن نستبدله بعسل نحل، بس الجلوكوز بيدي نتيجة افضل بكتير قوي في البسبوسة، فانصحكم بجد ان انتوا تستعملوه للبسبوسة. هيفرق معاكوا قوي، وبيتباع في كل حتة، بقى متوفر جدا دلوقتي. هنقلب بقى المكونات السايلة دي مع بعض كويس قوي، ولما يختلطوا كويس هنقوم حاطينهم على المكونات الجافة. وهنا دي بقى اهم نقطة في البسبوسة. اول ما نحط المكونات السايلة على المكونات الجافة، هنبدأ كده بطرف صوابعنا ان احنا نخلطهم مع بعض بالراحة جدا. مش عايزين ان احنا نخلط جامد، لان ده اهم حاجة في البسبوسة علشان تنجح معانا. يدوب بس كده حوالي 30 ثانية نخلطهم مع بعض، وخلاص على كده ما نقعدش نقلب زيادة عن اللزوم علشان تطلع معانا طرية. بعد كده هنجيب صينية، وندهن الصينية بمعلقة سمنة على معلقة طحينة. ممكن ان احنا نستغنى عن الطحينة، بس هي برضو بتدي للبسبوسة لون حلو من تحت، وبتخليها كده طالعة معاكي القطعة كويسة ومتماسكة. ندهنهم كده بالصينية كويس قوي، ونبدأ بقى نحط البسبوسة بتاعتنا في الصينية. المقادير دي هتطلع لنا صينية كبيرة بالشكل ده، مقاس 35 سنتي. هنحط بقى البسبوسة بتاعتنا، ونبدأ ان احنا نخبط كده في الصينية علشان نوزع البسبوسة بشكل كويس. ودلوقتي انا طلعتها من التلاجة. ممكن ان احنا نبدأ نقطعها من دلوقتي علشان نعرف نرص عليها المكسرات بشكل كويس. حتى لو مش هنحط عليها مكسرات، لما احنا نقطعها كده بعد ما نطلعها من التلاجة بيساعد ان الحرارة تتوزع فيها بشكل افضل، وتدينا نتيجة احسن. فبعد كده ما نقطعها، نبدأ بقى نحط عليها اي نوع مكسرات احنا عاوزينها لو هنحط عليها مكسرات. وندخلها فرن نكون مسخنينه من الأول على درجة حرارة 180. بتاخد حوالي 20 دقيقة أو لغاية ما تحمر. أنا مش بولع عليها الشواية، بسيبها في الرف اللي في النص لغاية ما تستوي وتاخد لون. ونعمل دلوقتي السيرب بتاع البسبوسة. هنحط في حلة على النار 1.5 كوباية سكر، عليهم 2 كوباية مية. وأول ما يبدأوا يغلوا هنحط عليهم عصير ربع ليمونة. برضه ياريت ما نكترش الليمون قوي علشان طعمه ما يبانش في البسبوسة ويمررها شوية. ممكن لما يبدأوا يغلوا نحط عليهم معلقة سمنة أو معلقة جلوكوز، ده اختياري بس بيدي برضو نتيجة حلوة قوي. وادي البسبوسة بتاعتنا بعد ما استوت واخدت لون حلو. ما ندهش لون اكتر من كده علشان ما تنشفش مننا، ما نتكش يعني عليها في السوا جامد، هي كده حلوة قوي. نبدأ بقى ان احنا نسقيها بالسيرب. لازم البسبوسة تبقى سخنة والسيرب يبقى سخن، الاتنين يكونوا لسه طالعين من على النار. ونبدأ بقى نسقيها. وممكن برضو ان احنا نسقيها كده بظهر معلقة علشان نحافظ على شكل المكسرات وما تطلعش لو السيرب اتحط عليها كده مباشر. انما بالطريقة دي السيرب بيترش عليها بالراحة، وبنحافظ على المكسرات. وطبعا علشان نعرف ان البسبوسة معانا ناجحة ولا لا، نلاقيها ان هي بتشرب السيرب كده اول ما بنحطه مش عايم على الوش. اول ما تشرب السيرب نعرف على طول ان احنا البسبوسة بتاعتنا ناجحة، وهناكل احلى صينية بسبوسة. ومهم قوي برضو بعد ما نسقيها ان احنا نغطيها فويل او بغطا كبير، اي حاجة، المهم ان احنا نغطيها كويس جدا. ممكن برضو نحط فوق الفويل فوطة علشان نتأكد ان هي اتغطت كويس، ونحبس الحرارة بتاعتها، ونحافظ على ان هي تبقى طرية. بالطريقة دي صدقوني نتيجة البسبوسة بتبقى رهيبة. هنسيبها حوالي 10 دقايق او ربع ساعة متغطية. بس تعالوا كده اوريكم قد ايه هي طرية. بصوا لما نحط صباعنا كده ونلاقيه بينزل لتحت فيها بيغرس فيها، ده طبعا معناه ان هي طرية جامد. نشيل بقى قطعة. شايفين الطحينة بتخليها تطلع كده قطعة متماسكة ازاي؟ والسمك بتاعها ده كمان حلو قوي، علشان لو تخينة جدا بتبقى مدية على رواني شوية. انما لما تبقى رفيعة كده بالمنظر ده، بيبقى طعم البسبوسة الحلو اللي احنا بنحبه. شايفينها بقى فعلا والله الطريقة دي بتبقى حلوة ليها جدا، جربوها وان شاء الله هتعجبكم.
لو عجبكم الفيديو بليز اعملوله لايك وشير وكومنت، وهستنى اشتراككم في قناة اليوتيوب وتفعيل الجرس. شكرا.